السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هيكون أول درس من دروس كورس شغل الخرز للشنط. هنتعلم بقى في البداية علشان نبدأ نعرف إزاي نعمل الشنط. أهم حاجة عندنا نتعلم الغرزة الرباعية. طبعا في أنواع غرز كتير للشنط، منها الغرز الرباعية المقلوبة وغرزة كمان الخماسية والسداسية والسباعية إلى ما لا نهاية، لكن اللي احنا بنشتغل بيها أغلب أنواع الشنط هي الغرزة الرباعية. علشان كده كان لازم إن احنا نتعرف على الغرزة دي لأنها غرزة مهمة جدا 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 جدا. فيلا بينا تعالوا علشان نعرف إزاي بنعمل الغرزة دي. أول حاجة قبل ما ندخل في موضوع الغرز، طبعا بالنسبة للخرز ده، نوع الخرز ده هو خرز المرمر. بصوا زي ما انتوا شايفين اهو، شكله تحفة بصراحة، خرز المرمر الأخضر. طبعا في أنواع كتير زي ما قلنا من الخرز، في اللولي، في فتافيت، في الكريستال، في المط، في السداسي والخماسي. أنواع كتيرة جدا هنتعرف عليها إن شاء الله من خلال شغل الشنط. لكن اللي يهمني دلوقتي هي الفتحة بتاعة الخرزة. كل ما كانت الفتحة هنا واسعة، كل ما كان الشغل معايا مريح أكتر، وكل ما خدت خيط مقاس مثلا 70 أو 80. فلازم تهتموا ان انتوا تشوفوا فتحة الخيط. فكل ما كانت الفتحة واسعة ممكن ناخد خيط 60 70 80. كل ما كانت الفتحة هنا ضيقة كل ما خدت خيط أصغر زي مقاس 50 أو 60. فالنقطة دي يا ريت تنتبهوا ليها وانتوا بتشتغلوا شغل الشنط أو شغل الإكسسوارات أو أي شغل خرز. فحبيت بس في البداية إني أوضح النقطة دي. فالنهاردة هنشوف إن الفتحة هنا فتحة شوية واسعة، فممكن تاخد خيط 70 أو خيط 60، والأفضل تشتغلوا بخيط 70 لأنه بيكون متين ويستحمل ويخلي الشنطة جامدة وما ما تتقطعش معاكم. فتعالوا يلا بينا نتعرف إزاي هنعمل اللي هو الغرزة الرباعية. في البداية أنت كمبتدئة أنا هستخدم دلوقتي مقاس 70 في أهو 70 ده، وكنت في الفيديو اللي هو قبل كده وريتكم خيط مقاس 70 وخيط مقاس 60، ده بنسميه خيط الصنارة. وفي مقاس 50 بس هو مش متوفر معايا دلوقتي. فمقاس 70 بيكون سمكه سميك جامد قوي في الشغل. هتحسوا ان انتوا ايديكم بتوجعكم وانتوا بتشتغلوا في البداية كمبتدئين، بس ممكن تلبسوا في البداية جوانتي في ايديكم او جلافز او تعملوا بلاستر مثلا على صوابع ايديكم علشان ما تتعورش منكم وانتوا بتشتغلوا. فانتي كمبتدئة مش هتاخدي خيط طويل قوي، يعني هناخد مثلا قد كده الحتة دي كفاية عليه. وقلت لكم ان المقص ده مهم جدا في الشغل بتاعنا، يعني هو الروح بتاعنا في الشغل. فهنقص كده الخيط، هو بيبقى جامد شوية، فهنقص كده. انتي كمبتدئة هتستخدمي خيط قصير بالشكل ده. بعد كده لما ايديكي تتمرن على الشغل وتبقى جامدة هتقدري ان انتي تستخدمي خيط اطول من كده علشان يكفي معاكي. لان في نقطة مهمة واحنا بنشتغل وهشرحها ليكم، ان انا وانا بشتغل ممكن الخيط، يعني اكيد دي طبعا مش هتكفي تعمل لي شنطة، فممكن الخيط يخلص معايا. فازاي تبدأي خيط وازاي تنهي خيط، وازاي كمان لو خلص معاكي الخيط تبدأي خيط من أول وجديد، هو ده اللي هنتعرف عليه بالإضافة للغرزة الرباعية. فركزوا معايا في الشرح. من اسمها غرزة رباعية يعني احنا هنبدأ بكام خرزة؟ ب4 خرزات. يبقى هناخد كام خرزة؟ هناخد 4 خرزات. لو خماسية يبقى 5 خرزات، لو سداسية يبقى 6، لو سباعية هيبقى 7. يبقى احنا في البداية هنبدأ بكام خرزة؟ ب4 خرزات كده. تمام. طيب هنعمل بعد كده ايه؟ هنقوم نحطهم نوسطنهم في الخيط كده. هنجيب الطرف ده مع الطرف ده كده نوسطنهم، وهنجيبهم بالشكل ده هنحطهم في النص كده زي ما انتوا شايفين. تمام. طبعا الخرز ده كبير، ده مقاس 10 تقريبا.
كنت بستخدمه في بعض الشنط، في ناس بتطلبه، لكن هو اغلب حاجة بيستخدم في الاكسسوارات. في الشنط القيمة جدا بيستخدم خرز المرمر ده. هتعملي ايه بعد ما وسطنتي الخيط؟ هتاخدي الخرزايه دي اللي هي اول خرزه، يبقى دي اخر خرزه عفوا، يبقى دي اول تاني تالت رابع خرزه اللي هي ايه؟ الخرزه الاخرانيه. في عندنا خيط على ايدنا اليمين وخيط في ايدنا الشمال، يا ريت تركزوا معايا في النقطه دي، الخيط هنا ممكن يلخبطك شويه. ده الخيط الشمال وده الخيط اللي في ايدك اليمين. الخيط اللي في ايدك اليمين اللي ناحيه الخرزه اللي هي دي، اللي هو الخيط اليمين ناحيه الخرزه دي، بصوا معايا ركزوا. هنقوم نجيب الخيط ده وندخله فيها مره تانية كده، بس في الخرزه اللي هي ايه؟ الاخرانيه دي كده، ونقوم نسحب الخيط. تمام، نسحبه كده. خيط المشكلة بيقعد يروح ويجي فبيلخبط، انا عايزاكم تركزوا معايا. يبقى احنا سحبنا الخيط كده فين؟ في الخرزة انهي؟ الخرزة اللي هي ايه؟ الاخرانية دي، لحد ما عملنا شكل اللي هي الحلقة دي زي ما انتوا شايفين اهو. هنيجي برضو بطرف الخيط نفسه اللي احنا دخلناه اهو، هو ده هنخليه هنا في ايدينا دي كده. تمام، هنقوم الخيط بقى اللي هو الشمال اللي هو في الخرزة اللي هي الاولانية دي، هنقوم نعمل بيه ايه؟ هنقوم نيجي كده، ركزوا معايا عشان بعد كده نشتغل على طول. هنقوم نيجي ندخله فين؟ في الحلقة دي كده. تمام، بس هنقوم ندخله فين؟ زي ما قلنا في الحلقة دي، بس كده. وهنقوم نعمل ايه بقى كده؟ احنا دخلناه اهو، اهو دخلناه، هنقوم نشد الخيط كده. تمام، اهو بالشكل ده زي ما انتوا شايفين اتكونت معانا الغرزة اللي هي الرباعية. طيب هتلاحظوا هنا في عقدة كده هنا اهي، بصوا شايفينها اهي، اهي بصوا اهي العقدة دي. العقدة دي ما ينفعش تبقى فاضلة وطالعة كده، لان اولا هتخلي الشغل مخيخ معاكي اهو مش ثابت، تاني حاجة يبقى شكلها مش حلو خالص. فهنقوم نعمل ايه؟ هنجيب هنا هنشد بالطرف ده كده، بصوا هنجيب الطرف ده هنشده كده، وهنمسك الخرزايه دي ونزقها كده، نزقها ايه كده، بحيث ان احنا ندخل ايه؟ العقده جواها، بس كده، ونقوم نشد الخيط بتاعنا كويس. يبقى اتكونت معايا اول غرزه رباعيه، بصوا جامده ازاي، ماسكه نفسها ازاي. طيب بعد كده، طب انا عايزه اكمل، هعمل ايه؟ انا عندي زي ما قلنا خيط على ايدي اليمين وخيط في ايدي الشمال. الخيط اللي في ايدي اليمين ده هقوم ادخل فيه كام خرزه؟ هدخل فيه خرزتين اهو، واحد، انا ماشيه معاكم واحده واحده، واحد واتنين، ماشي. والناحيه التانيه هدخل فيها كام خرزه؟ هدخل فيها خرزه واحده. طب احنا ليه عملنا كده؟ هفهمكم دلوقتي ليه عملنا كده. اولا بصوا هنا معايا كويس قوي. اولا الخيط اللي هو ده اللي هو طالع من كام خرزه؟ طالع من خرزه واحده اهو، الخيط ده طالع من خرزه، واحنا بنشتغل الغرزه الرباعيه، والغرزه الرباعيه يبقى واحد، يبقى فاضل كام خرز عشان نكمل الاربعه؟ يبقى فاضل 3. بس احنا في السطر الاول هنحط في ناحيه 2 وفي الناحيه التانيه هنحط خرزه واحده. يبقى احنا هنا بصوا اهو حطينا خرزتين اهو، خرزتين، وهنا خرزة واحدة مع الخرزة اللي في النص هيديني كام 4 خرزات. يبقى دي اللي هي الغرزة الرباعية رقم 2. دي ال4 خرزات دول كلهم بنسميهم غرزة، يبقى ده كله كده غرزة، ال4 دول غرزة. تمام، انا ماشية معاكم واحدة واحدة عشان احنا لسه في البداية خالص، وبعد كده ان شاء الله لما نبدأ نشتغل الشنط هيكون الموضوع اسهل واسلس وابسط. تمام، طيب هنعمل زي ما عملنا في الغرزة الرباعية، بس هندخل اللي هو الناحية اليمين في الخرزاية اللي هي دي هنا كده، هنقوم نعمل حلقة بالشكل ده، هندخل الخيط وهنسحب كده. تمام، لحد ما نعمل الحلقة بتاعتنا، وبعد كده نقوم نعمل ايه؟ نقوم نجيب الناحية اللي هي الشمال، هندخلها فين اهو، بصوا هندخلها اهو
انا ماشيه معاكم ايه، واحده بواحده كده. تمام. هيتكون معايا ايه، شدينا اهو كده الخيط بتاعنا. حاولوا ان انتوا ما ترهقوش، اشتغلوا بذكاء، مش ب يعني انك تشدي جامد قوي على اساس ان انت عايزه الشغل يبقى جامد معاكي. فانت ممكن تشتغلي بذكاء وما ترهقيش ايديكي. انت مجرد شدي شده خفيفه قوي كده. تمام. العقده اللي هي دي شايفينها اهي، هنقوم نعمل ايه، هنشد الطرف الخيط ده كده ونزق بايدينا كده، بحيث ان العقده تدخل فين، تدخل هنا بالراحه خالص كده. تكوني مرخيه ايدك دي وتشدي بس بدي وتزقي كده، بحيث ان انت تدخلي العقده جوه وخلاص كده. طلع معايا الغرزه التانية. يبقى دي غرزه اولانيه ودي غرزه تانية. غرزه اولانيه متكونه من 4 وغرزه تانية متكونه من 4 خرزات. تمام. ونبدأ نشتغل. هشتغل واحدة كمان، وبعد كده هنهي السطر عشان اوريكم ازاي تنهوا السطر وتبدأوا تطلعوا السطر التاني. طب انا دلوقتي عملت كام، 3 غرز اهو. فانا حابة مثلا عند الغرزة الرابعة انهي السطر. طبعا احنا مش بننهي سطرنا ب4 غرز بس بافتراض عشان ايه، نشرح ونوريكم ازاي تنهوا السطر وتبدأوا سطر جديد. فهنا بقى احنا كنا الاول بنحط هنا 2 وبنحط هنا 1. فاحنا هنعمل ايه، هنحط عشان نكمل ال4. فاحنا هنحط مرة واحدة ال3 خرزات الباقيين من ال4 هنا، عشان عايزة ابدأ سطر جديد. عشان انا عايزة الخيط يطلع من الغرزة اللي هي فوق، مش من الغرزة اللي جنب. عشان انا عايزة مش بدل ما يطلع من الغرزة اللي هنا، لا انا عايزة الخيط يطلع من الغرزة دي عشان ابدأ سطر جديد. فهمتوا الفكرة؟ هتفهموها دلوقتي واحنا بنشتغل. يبقى انا دلوقتي هحط ال3 هنا مرة واحدة عشان اطلع الخيط، بدل ما يطلع من هنا هيكمل السطر، لكن من هنا هيبدأ يخليني اطلع سطر جديد. يبقى انا هحط هنا كام قلنا، هنحط 3 خرزات مرة واحدة اهو. 1 2 3 اهو. 1 2 3 مرة واحدة كده. وارجع الخرزة الاخرانية برضو زي ما عملت اعمل فيها كده، ادخل علشان اعمل اللي هي الحلقة بتاعتي اهي. ماشي. واجيب اللي هو الخيط الناحية اللي هو الشمال ده، ادخله كده اهو. دخلته كده من هنا عشان اعمل العقدة بتاعتي. شفتوا اهي طلعت من فين، من هنا. بدل ما كانت بتطلع من هنا، من هنا بنكمل بيها السطر، من هنا بنبدأ بيها سطر جديد. تمام. برضو عندنا اللي هي العقدة اهي. هبدأ اشد الخيط ده وازق بايدي بصباعي ده كده، بس كده. كده دخلناها فين، دخلناها في الخرزة دي. يبقى انا كده من هنا هبدأ اطلع بقى السطر اللي هو التاني. دايما بداية كل سطر بنبدأه ب3 خرزات، وبعدين بقية السطر بخرزتين، وهنشوف دلوقتي ازاي. يبقى انا دلوقتي هطلع بكام خرزة، ب3 خرزات اهو. 1 عشان انا عايزة اجيب غرزة رباعية. ليه عملت 3 خرزات؟ علشان انا الخيط بتاعي هنا طالع من كام خرزة، من خرزة واحدة. يبقى تكملة ال4 خرزات كام، 3. عشان كده دايما ببدأ السطر بكام، ب3 خرزات. وبرضو نفس الفكرة، همسك الخرزة دي كده وهقوم ادخل الخيط اللي هو بتاع اللي هو طالع من الخرزة نفسها كده اهو. شايفين عملنا الحلقة بتاعتنا. نقوم واحنا ماسكين الحلقة ناخد اللي هو الخيط اللي هو الناحية الشمال كده وندخله من الخيط بالظبط كده بصوا اتكونت فين العقدة بتاعتي، هنا في الخرزة اللي هي الأخرانية دي. برضو هشد من هنا اهو، بشد ايدي من هنا ومرخية ايدي دي مرخياها، ما بشدش هنا خالص، بشد ده وبسحب بزق بايدي اللي هي دي كده، ازقها عشان ادخل العقدة جوه الخرزة. طيب عشان نكمل بقية السطر هنعمل ايه، هنجيب الخيط اللي هو الناحية
اللي هو الشمال اهو، هو ده، وادخله في الخرزة اللي هي دي عشان يبقى 1 2 خرزتين. يبقى الخيط هنا داخل معايا في كام خرزة؟ داخل في خرزتين اهو. تمام. يبقى انا كده الخيط داخل معايا دلوقتي في كام خرزة؟ الاول كان داخل في خرزاية واحدة، دلوقتي داخل معايا في كام خرزة اهو. بصوا اهو، داخل معايا في 1 و2 اهو. والخيط داخل في كام خرزة؟ في 1 و2. يبقى انا فاضل لي كام خرزة عشان اكمل الاربع غرز؟ فاضل لي خرزتين. يبقى الخرزتين هحطهم فين؟ هحطهم هنا، لان ده اللي هدخل بيه الخرز، وده اللي همشيه في السطر نفسه. يعني الخيط ده همشيه في السطر، وده هدخل فيه الخرز. ماشي. وهبدأ اخد اهو خرزتين اهو، اهو. وبرضو هجيب ده وهدخله ارجعه تاني في الخرزة الاخرانية اهو كده، واسحب لحد ما اعمل عقدة. بعد كده هدخل واجيب الخيط اللي هو الشمال وهدخله من هنا كده، وهسحب الخيط بالشكل ده اهو. تمام. وابدأ برضو اشد من هنا وازق كمان من هنا عشان ادخل العقدة فين؟ في الخرز. تمام. واشد كده اتبت على الشغل بتاعي. طيب احنا دلوقتي مثلا احنا هنمشي كده لحد اخر السطر، هوريكم هنعمل ايه عشان نلف ونشتغل سطر جديد. هنعمل برضو تاني، هندخل اللي هي الشمال كده اهو. تمام. وهقوم اللي هي دي اليمين اللي احنا قلنا بندخل فيها الخرز، هدخل فيها خرزتين اهو، واجيب ده وارجع تاني اللي هو نفس الخيط اللي طالع من الخرزة في اخر خرزة اهو، وهسحب كده اهو، واقوم اجي كده ادخل من هنا واسحب الخيط اللي هو الشمال واطلعه من فين؟ من الحلقة بتاعتي. اتمنى ان الشرح يكون واضح وسهل وبسيط، وقادرين ان انتوا تستوعبوا الفكرة. يبقى احنا زقينا كده ودخلنا العقدة جوه الخرزة. طيب جينا بقى دي اخر خرزة في السطر، هنعمل ايه؟ اخر خرزة في السطر لا، لازم لما نيجي ندخل الخرز بقى ما ندخلهوش من هنا، ندخله من هنا علشان يطلع سطر جديد. ازاي هنعمل الكلام ده؟ هنلف الشغل، يعني جينا عند اخر خرزة نقوم نلف الشغل بتاعنا. ماشي. بس قبل ما نلف شغلنا هندخل طبعا اللي هو الشمال ده في الخرزة اللي هي الاخرانية اهو، في الخرزة دي عشان نكمل السطر اهو. تمام اهو، دخلناها عادي. ماشي، دخلناها كده، دي اخر خرزة. نقوم نعمل ايه؟ نلف الشغل بتاعنا. لفينا الشغل بتاعنا عشان نبدأ سطر جديد من هنا. بقى هنبدأ ندخل من هنا، اللي هو كان هنا دلوقتي ده كان هنا شمال، لما لفينا الشغل بقى ده يمين. يبقى احنا دايما بندخل الخرز في اليمين. هنقوم نجيب خرزتين كده اهو، وهندخل اهو خرزتين، واقوم اعمل ايه؟ ادخل كده اهو. ماشي، بالشكل ده زي ما عملنا بالظبط، ونعمل الحلقة بتاعتنا وندخل نجيب الخيط اللي هو في الناحية الشمال، اجيبه كده واعمل الغرزة بتاعتي. العقدة بتاعتي هعمل ايه؟ هشد من هنا كده واضغط يعني اضغط على الخرزة كده بصباعي عشان ادخل العقدة جوه الخرزة، واشد كده الشغل بتاعي اثبت عليه. كده احنا عرفنا ازاي نبدأ السطر، وازاي ننهي السطر، وازاي نبدأ سطر جديد، وازاي لما نخلص السطر نبدأ نلف ونبدأ نعمل سطر جديد. ونستمر بنفس الطريقة. قلنا دايما بداية كل سطر هنحط كام خرزة؟ 3. ليه؟ لأن هنا الخيط داخل ما بين خرزتين، فهنبدأ نحط هنا 3 ونشتغل. وبعد كده هنبدأ نشيل الخيط ده ونحطه ندخله هنا ونشتغل خرزتين خرزتين لحد نهاية السطر. ده بالمختصر اللي هو الغرزة الرباعية. طيب انتوا دلوقتي هتقولوا لي مثلا
انا عايزة انهي سطر، يعني الخيط بتاعي وانا بشتغل خلص، يعني ما كانش طويل كده، كان الخيط بدأ يخلص معايا. طب انا ازاي ادخل خيط جديد؟ طيب لو احنا الشغل بتاعنا او الخرز بتاعنا كويس، يعني الفتحة بتاعته واسعة زي ما انتوا شايفين كده، وبنعرف ان احنا نعمل عقدة وندخلها جوه الخرز ومفيش اي مشاكل معانا، فعادي خلاص. هنا مثلا افترضنا ان هو جاء عند الحتة دي، وجاء ان الخيط بتاعنا خلص وعايزة ادخل خيط جديد، فهعمل ايه؟ بمنتهى البساطة هعمل ان احنا هنا دخلنا العقدة اهي خلاص، فهقوم اتوه الخيط عادي جدا. ازاي بتوهه؟ بتمشي على الخطوط دي، يعني بصوا الخط ده كده، يعني نمشي هنا كانت دايما افقي، هدخل افقي بعدين ادخله في الخرزة اللي هي العمودية اهو كده. انا بتوه الخيط بتاعي علشان انهي الخيط. طيب دخلنا افقي عمودي، ندخل افقي ليه؟ علشان نفضل ماشيين بصوا مع الخيط اهو، عشان ما يبانش لو انا مثلا عمودي ورحت جيت دخلت في عمودي كده، يعني اهي دي غرزة عمودية ودي غرزة عمودية وجيت دخلت، بصوا الخيط هيبدأ واضح ازاي، ظاهر معايا ازاي وشكله مش حلو خالص. فانا بمشي مع حركة الخيط نفسه، فافقي عمودي افقي ادخلها كده اهو افقي اهو. والكلام ده هنفهمه اكتر كمان واحنا بنشتغل في الشنط. افقي تمام بس كده، وتفضلي تدخلي تتوهي افقي عمودي افقي عمودي، تتوهي لحد ما تخلصي الخيط، او لحد ما خلاص تحسي ان الشغل بتاعك ثابت وتجيبي المقص وتقصي الزيادة بتاعتك. والخيط اللي هنا برضو هنتوهه بنفس الطريقة، بس ملحوظة دايما توهه في الخرزة اللي انت مش هترجعي تشتغلي بيها تاني. ليه؟ لان انت كل ما بتدخلي خيوط جوه الخرزة كل ما الخرزة خلاص هتبقى معبية بقى، يعني جواها عقدة وجواها مثلا الخيط مدخله مرتين او 3، فهيبقى صعب ان انت بعد كده تشتغلي في الخرزة. فتوهي، بص انا بتوه لتحت اللي هي الخرزات اللي انا خلاص مش هشتغل بيها تاني، ما هو مش هتوه في السطر ده اللي انا هرجع اشتغل عليه تاني، يبقى توه بعيد. وهنا برضو دي هتوهها، هدخلها هنا افقي عمودي افقي عمودي افقي كده لحد ما خلاص واقص الخيط. طيب ازاي ابدا؟ يعني انا دلوقتي عايزه ابدا ادخل خيط جديد، ادخله ازاي؟ هوريكم دلوقتي. هجيب خيط جديد اهو، وهعمل ايه؟ انا خلاص توهت الخيط بتاعي، يعني اعتبر ان انت توهتيه خلاص، دي كمان توهتيها خلاص وقصيت الخيط بتاعك. خليني اتوهها كده على السريع علشان ايه تفهموا معايا الفكرة اهو. توهتها اهو كده، توهت افقي وعمودي وكده. طيب ازاي ابدا خيط جديد؟ هجيب الخيط الجديد اهو، وانا وقفت عند انهي غرزة؟ عند الغرزة اللي هي في بداية السطر، ماشي. هقوم اجيب الخيط كده وادخل كده اهو في الخرزة اللي انا هشتغل عليها اللي هي في اول السطر اهو، خرزة واحدة. وقلنا دايما ان بداية السطر بدخل كام؟ 3، يبقى هقوم ادخل 3 هنا واشتغل عادي جدا واربط واعمل العقدة، وبعد كده ادخل الخيط في الخرزة اللي بعديها واشتغل خرزتين خرزتين لنهاية السطر، وبعدين اقلب الشغل بتاعي. طيب لو انا مثلا لا ما كانش في بداية السطر، كان هنا او كان هنا، يعني كان الشغل كده، هوريكم دلوقتي. يعني انا كانت التتويهة بتاعتي او الشغل وقف بتاعي عندي مثلا هنا. طيب هنكمل هنا سطر علشان افهمكم الموضوع. فزي ما دلوقتي شايفين مثلا كان هنا انا توهت الخيط، جيت اشتغلت سطر اولاني او حتى مثلا سطرين 3 وكان في نص الشغل بتاعي. فازاي ادخل الخيط؟ انا كده خلاص خلصت وقطعت الخيط بتاعي وتوهته، بافتراض يعني ان احنا توهناه وخلصناه وعايزه ابدا خيط جديد. هقوم ادخل ازاي بقى؟ الاول كنا دخلنا في اول غرزه، لكن انا هنا عايزه اتوه الخيط، ادخل خيط جديد، توهت الخيط خلاص وعايزه ابدا سطر بقى اكمل بقى على الشغل بتاعي. هقوم اجيب الخيط الجديد اللي هو ده وادخل. انا كنت بشتغل في كام خرزه؟ في خرزتين، يبقى انا هدخل في دي كده اهو اللي هي دي اهو ماشي، وهدخل في الغرزه اللي هي او في الخرزه اللي هي التانية دي اهي كده ماشي. وهبدا اهو خلاص انا كده اشتغل
من جديد اهو. دخلت في الخرزة دي والخرزة دي واكمل الشغل بتاعي ده بافتراض ان الخيط خلص معايا قبل ما انا يعني اخلص الشغل بتاعي. طيب مثلا دلوقتي ده قلنا الكلام ده لو انا الخرز بتاعي الفتحة بتاعته واسعة وكبيرة وكويسة وما عنديش اي مشاكل فيها. طيب لو انا الخرز بتاعي كان صغير وضيق ولما بعمل عقدة وادخلها جواه بيبقى صعب عليا جدا ان انا بعد كده لو انا عايزة اخلص الخيط بتاعي يعني اتوهه ما بين الخرز، فلما باجي اتوه الخيط لان هو جواه عقدة هو اصلا الخرز ضيق يا دوبك مدخل العقدة بالعافية. طب انا ازاي دلوقتي اتوه الخيط او ازاي بقى ان انا انهي وابدأ سطر جديد او ادخل خيط جديد؟ في الحالة دي هيبقى صعب عليا جدا ان انا اشتغل بالعقدة. ففي الحالة دي الافضل ان انت تشتغلي غرزتين 3 بدون ربط وتربطي في اخر واحدة، وبعد كده تبدأي تتوهي الخيط بتاعك وبعدين تجيبي خيط جديد وتبدأي تدخلي. هعرفكم دلوقتي ازاي بنعمل الكلام ده. نيجي بقى دلوقتي زي ما قلنا لو الخرز بتاعنا كانت الفتحة بتاعته ضيقة وكان من الصعب ان انا اعمل العقدة، وبعد كده بعد ما اعمل اللي هي العقدة وادخلها جوه الخرزة صعب ان انا بعد كده لما اجي انهي الخيط عشان ابدأ خيط جديد ان انا اتوه الخيط السنارة. فهنعمل ايه؟ قلنا ان احنا هنشتغل كذا غرزة او كذا خرزة بدون ربط. فهندخل الاول ده كده تمام، وهنبدأ نشتغل بدون اللي هي الربط او ان احنا نعمل العقدة. هنا عندنا زي ما قلنا خرزتين، فهنحط هنا في الخيط اللي هو اليمين على ايد اليمين هنحط خرزتين وهنشتغل من غير عقدة. يعني مش هنعمل العقدة اللي ان احنا ندخل الخيط مرة تانية في الخرزة دي. هنعمل ايه؟ هنقوم نجيب طرف الخيط اللي هو في الناحية الشمال وهدخله كده اهو، بصوا اهو هدخله في الخرزة دي. يبقى انا عندي الخيط اللي هو من اليمين داخل كده والخيط اللي من الشمال داخل كده. ده الخيط اللي هو اليمين وده الخيط اللي هو الشمال داخلين في نفس الخرزة واشتغل واشد. طبعا الشغل هيبقى مرخرخ معايا مش مظبوط، عادي مش مشكلة كملي. فهنبدأ ندخل بقى في الخرزة اللي بعديها اهو ونكمل شغلنا عادي بدون ما نعمل عملية الربط. ناخد خرزتين اهو واللي هو الخيط اليمين هدخل الخرزتين فيها واشتغل برضو بدون ربط اهو. فهاجي للخرزة دي واجيب الخيط اللي هو في الناحية الشمال وهدخله تاني في نفس الخرزة اهو ماشي اهو، اليمين اهو والشمال اهو كده. انا بشتغل بدون ايه؟ بدون ربط. حتى لو الشغل مش جامد معاكي عادي كملي، هو هيتظبط معاكي بعدين اهو تمام. بس كده تمام. وتشدي طبعا خيطك كويس. طبعا لو الخرز بتاعك ضيق قوي وصعب ان انت تعملي عقده في اي حاله من الاحوال فاشتغلي الشغل كله بدون ربط، وفي النهايه اخر خرزه هتعملي الربط فيها. زي ما قلنا اخر خرزه معايا في السطر هنبدا نلف الشغل بتاعنا تمام. فمثلا اعتبر ان هنا ده بقى انا هنا خلاص انا عايزه انهي الخيط بتاعي، يبقى انا اشتغلت غرزتين او ممكن نشتغل 3 غرز بدون ربط. وبعد كده خلاص انا هنا مثلا جيت انا عايزه انهي الخيط قصر معايا جامد قوي وعايزه ادخل خيط جديد، فاقوم ادخل طبعا هنا الخيط ماشي ما بين خرزتين فهدخل اكيد هنا خرزتين تمام، وهبدا اربط فيهم. يا اما ان انا هربط في الخرزه دي تمام الربطه العاديه بتاعتي اللي هي دي كده تمام وخلاص كده، وابدا اني انا انهي الخيط بتاعي ابدا اتوهه زي ما شرحت لكم قبل كده. يا اما ان انا بدل ما اعمل عشان العقده الواحده بتبقى ضعيفه شويه، فلو انا عايزه اثبت على الشغل بتاعي او اخليه جامد اكتر فهقوم اجي هنا بقى بدل ما اعمل العقده العاديه كده او الربط العادي هربط الربط ده عشان اعمل عقدتين اهو كده. بصوا اهو عادي ربط عادي جدا كده، دي عقده
او ربطة واعمل الربطة التانية، بحيث ان انا اتأكد ان انا عقدت العقدة جامدة جدا. تمام. اجي بقى انا عايزة اتوه الخيط، هدخل دي اقرب خرزة ليها اللي هي الخرزة اللي هي العمودية دي، فهبدأ هنا اتوه الخيط بتاعي علشان طبعا ابدأ اجيب خيط جديد واشتغل. ده في حالة زي ما قلنا لو الخرز بتاعك مغلبك وكان ضيق جامد قوي وانت مش عارفة تشتغلي كده، واقوم احاول ان انا اسحب واشد العقدة دي اهي شايفينها وادخلها جوه الخرزة دي كده، بحيث ان انا اتوهها واخفيها خالص. هي ممكن تغلبكوا شوية في انها تدخل، انها التيم بتبقى تقيلة شوية، بس هي في النهاية ان شاء الله هتدخل. هتقوم تشدي كده، بصوا هي هتاخد وقت. لو قلبتك قوي ممكن تعملي ممكن تجيبي اللي هو البنس ده كده وتشدي بيه علشان تدخليها جوه الخرزة. بصوا اهي دخلت معايا بمنتهى البساطة، دخلت وخلاص. وتوهنا قلنا عمودي، هندخل افقي عمودي افقي وهكذا، ونطول الخيط في الخرز اللي انا مش هشتغل بيه. وبرضو هنا هناخده وهنتوهه افقي عمودي افقي عمودي وهكذا، ونتوهه جوه الخيط، وبعدين نقص بيه المقص بتاعنا ونجيب طبعا الخيط الجديد بتاعنا. نجيب بقى الخيط الجديد وندخله. طبعا احنا هنا في اول خرزة فهندخلها هنا كده، وهندخل طبعا السطر الاولاني قلنا بندخل 3 خرزات ونشتغل، وبعد كده خرزتين خرزتين لنهاية السطر. عند اخر واحدة بنبدأ نلف في الشغل بتاعنا ونبدأ نشتغل من الخيط الناحية دي. تمام كده تكون خلص الشرح بتاعنا. اتمنى ان يكون واضح مفهوم. لو في اي حاجة وانا بشرح مش مفهومة، في اي نقطة حسيتوا ان انتوا اتلخبطتوا فيها، اكتبوا لي في التعليقات. وان شاء الله في الدرس اللي جاي، النهاردة يعتبر اول درس في كورس شغل شنط الخرز للمبتدئين، ده اول درس النهاردة. ان شاء الله الدروس اللي جاية بقى هنبدأ نعمل شنطة. هنبدأ في الأول بمجسم صغير، شنطة صغيرة كيوتي بسيطة خفيفة، بحيث ان انتوا تتعلموا التركات الأساسية في الشنطة. يعني مثلا ازاي تعملي القعدة، ازاي تطلعي بالشنطة، ازاي تعملي الجوانب. طبعا جوانب الشنطة بتتعمل بكذا طريقة، فاحنا هنتعلم في البداية الطرق البسيطة، وبعد كده لما نبقى محترفين وشاطرين نبدأ نعلي في الشغل بتاعنا. طبعا أنا مستنية منكم الدعم باللايك بالتعليق. ادعموا يا ريت القناة لأن هي لسه في البداية، وعلشان أستمر وأديكم أكتر وأكتر ومزيد من الموديلات والترندات اللي موجودة في مجال شغل الهاند ميد الخرز، سواء للشنط أو الفوانيس أو الطبلوهات أو حتى الإكسسوارات. إن شاء الله هنتكلم عنها بمنتهى التفاصيل وكل الخامات والأسعار وكل حاجة إن شاء الله. بس الكورس ده دلوقتي اللي احنا بادئينه هو كورس للشنط، ان شاء الله قريب برضو بجهز لكورس الاكسسوارات. اتمنى ان انتوا تدعموني. تقولوا لي في تعليقاتكم انتوا عايزين ايه انواع الشنط اللي انتوا عايزينها. حط لكم ان شاء الله في تعليق مثبت وفي صندوق الوصف جروب الفيس، وكمان صفحة الفيس بتاعتنا الخاصة بالقناة. وان شاء الله هنحط برضو جروب الانستجرام وكمان التيك توك قريب ان شاء الله، بس اخلص من الحاجات دي والصفحات دي واجهزها عشان تبدأوا ان احنا ننشر الشغل بتاعنا، نساعد بعض، نتعاون مع بعض. يعني انتوا تساعدوني وانا اساعدكم، نسوق لشغلنا مع بعض. هعرفكم ازاي تسوقوا الشغل بتاعكم، ازاي تحصلوا على اول عميل، حاجات كتيرة ان شاء الله. بس اتمنى ان درس النهاردة للغرزة الرباعية يكون مفهوم، علشان ان شاء الله من الدرس اللي جاي هنبدأ نشتغل الشنطة. شنطة بسيطة خفيفة لذيذة في البداية تدربوا ايديكم عليها وتتعلموا الاساسيات في الشنط. كمان ازاي تركبوا الحلقة والسلسلة، وازاي تعملوا ايد للشنطة، وازاي تعملوا جوانب الشنطة، والمغناطيس ازاي تركبوه باكتر من طريقة، وازاي تعملوا البطانة. كل ده ان شاء الله بإذن الله هنتعلمه في الورشة اللي جاية. طبعا هتتقسم على أجزاء علشان تبقى خفيفة، هتشتغلوا معايا جزء جزء. الجزء اللي هتخلصوه هتنزلوا له الشغل بتاعكم على جروب الفيس. تمام، احنا عندنا صفحة وجروب، انتوا هتنزلوه على جروب الفيس. جروب الفيس اسمه لؤلؤ سارونا
سارونا بيرس بنفس عنوان القناة أو بنفس اسم قناة اليوتيوب. هحط لكم زي ما قلت لكم في التعليق المثبت، وكمان في صندوق الوصف اللينك. أتمنى لكم التوفيق، وأتمنى أن أكون خفيفة ولذيذة عليكم، ونكون أصحاب وأخوات وحبايب. وأي سؤال وأي حاجة مش فاهمينها يا ريت تكتبولي. وما تنسوش اللايك، بالله عليكم أمانة ما تنسوش اللايك، وما تنسوش التعليق، علشان القناة يبدأ اليوتيوب يقترحها، لأن هي قناة لسه في البداية. دمتم بأمان الله.